في سنة 2011 البوليس الروسي بيقتحم شقة رجل أكاديمي محترم جدا، ولكن اللي لقوه هناك كان أمر غريب، بحيث إن الصالة والأوضة كانوا زحمة جدا، مليانين ب 26 عروسة بحجم البشر. عرايس قاعدين على الكراسي، مترصصين على الكنب، لابسين فساتين أطفال دانتيل ووشوشهم متغطية بأقنعة من القماش عشان تداري ملامحهم. للوهلة الأولى المحققين افتكروها مجرد هواية مريبة لراجل أكاديمي مهووس بتجميع اللعب، ولكن المشكلة ما كانتش في العرايس. المشكلة الأساسية كانت إن العرايس ديت بيطلع منها ريحة غريبة، خليط مكتوم بين المواد الكيميائية وتراب المقابر، لحد ما محقق فيهم قرب من واحدة من العرايس ديت عشان يبعدها عن طريقه، ولما لمس إيديها حس بملمس خشن وناشف تحت الفستان. رفع القناع من على وشها ببطء عشان يكتشف الكارثة. العروسة دي ما كانتش جواها قطن ولا بلاستيك، العروسة دي كان ليها عظم وجلد متحنط حقيقي وتاريخ وفاة. ومن هنا بنبدأ لغزنا الحقيقي. فعلا بيكون في حلقة جديدة من الأرشيف. أنا أحمد الغنيمي وده لغز أناتولي ماسكوفين صانع الدمى. فيلا بينا نبدأ حلقتنا. دايما السينما والروايات بتصور لينا الوحوش على إنهم كائنات شكلها مخيف، بتستخبى في الضلمة وتطلع لك فجأة من تحت السرير أو تطلع لك في مكان مفاجئ. ولكن في الواقع الرعب الحقيقي بيمشي وسطنا في عز الظهر، بيلبس لبس عادي، بيتكلم بلباقة، وممكن يكون جدا جارك الطيب اللي بتبتسم ليه وتصبح عليه كل يوم في الأسانسير. في حلقتنا النهاردة احنا مش بندور على سفاح بيمسك سكينة ويجري ورا ضحاياه، بحيث ان بطل قصتنا او تحديدا مجرم قصتنا النهاردة ما قتلش ولا إنسان في حياته. بس من الرغم من كده الجريمة اللي عملها خلت أعتى المحققين الروس يترعبوا وتجيلهم كوابيس وهم بيحققوا معاه. مجرم قصتنا هو عقل عبقري، عقل قدر يستوعب 13 لغة وتاريخ كاملة، ولكنه ما قدرش يستوعب حقيقة الموت. احنا قدام قصة بتسألنا سؤال واحد مرعب: ايه اللي بيحصل لما العبقرية بتتكسر وتتحول لجنون مطلق؟ وعشان نفهم ازاي الشقة العادية اللي احنا حكينا عنها في أول الحلقة ديت تحولت لمسرح عرايس من الجثث، وايه اللي يخلي دكتور جامعي محترم يعيش في وسط الموتى، لازما نرجع بالزمن ونسافر لمدينة نيجني نوفجرود في روسيا، ونقرب أكتر من شخصية أناتولي موسكفي، الراجل اللي الناس كانت بتشوفه مجرد أكاديمي في حاله. مدينة نيجني نوفجرود في روسيا هي مدينة هادية وباردة. في المدينة دي كان عايش بطل قصتنا أناتولي موسكفين. لو كنت قابلت أناتولي في الشارع مستحيل إن أنت تشك فيه للحظة. راجل دكتور جامعي، مؤرخ عبقري، صحفي وبيتكلم 13 لغة، كان خبير في تاريخ المقابر وعلم دراسة أسماء الأماكن. الناس كانت بتشوفه نوعا ما راجل غريب الأطوار شوية، راجل بيمشي لوحده كتير، مش بيتكلم مع حد، لبسه متبهدل حبتين، بس في النهاية راجل في حاله غلبان ومحترم وما بيأذيش نملة. ولكن اللي محدش كان يعرفه إن العبقرية لما بتدخل في نفق الجنون المظلم بتخلق وحش ملهوش مثيل، وحش ما بيقتلش ولكنه بيصطاد في منطقة محرمة. وعشان نفهم اللي حصل لازم نرجع بالزمن أكتر لطفولة أناتولي، تحديدا وهو عنده 13 سنة. كان ساعتها ماشي مع أهله ولقوا جنازة لبنت صغيرة اسمها ناتاشا، كان عندها 11 سنة. في روسيا عندهم طقوس قديمة كده في بعض القرى، وأهل البنت في لحظة حزن وانهيار شدوا أناتولي الصغير وأجبروه إن هو يوطي على التابوت ويبوس جثة البنت ناتاشا من جبينها كنوع من أنواع التوديع. طبعا اللحظة دي مخيفة عامة، ولكن اللحظة دي القبلة الباردة ديت لجثة طفلة عملت شرخ كبير في عقل أناتولي، مستحيل إن هو يتصلح لغاية ما يكبر. ومن اليوم دوت الموت ما بقاش بيخوفه، الموت بقى هوسه، بحيث إن كبر أناتولي وبدأ إن هو يدرس المقابر بشكل احترافي. ولكن شغفه الأكاديمي دوت اتحول لإدمان مرعب. لما الليل كان بيدخل عليه ودرجة الحرارة كانت بتنزل تحت الصفر، أناتولي كان بيلبس هدومه التقيلة وياخد شنطته ويروح المقابر. وما كانش بيروح أي مقابر، لأ، ده كان بيدور ويتمعن، كان بيفتح الجرايد ويدور على وفيات البنات الصغيرين من سن 3 ل 12 سنة. وكان بيروح القبر ويحفر في الضلمة ويطلع الجثة. وكمان أناتولي ما كانش بيشوه الجثث ديت ولا كان بيعمل بيها أي حاجة، لأ، ده كان هو بيعاملهم بمنتهى الرقة. كان بياخد الجثة لشقته اللي عايش فيها مع أبوه وأمه
ولأن أهله كانوا بيقضّوا شهور طويلة في بيتهم الصيفي، فالشقة كانت تعتبر بتاعته لوحده، يعمل فيها زي ما هو عاوز. وهنا بتبدأ لحظة الرعب، عملية التصنيع الحقيقية. أناتولي كان بيستخدم خبرته كعالم، وبدأ إن هو يحنّط الجثث ديّة باستخدام الملح وصودا الخبز عشان ينشفها تمامًا ويمنعها من التحلل، وإنها ما تطلّعش أي نوع من أنواع الريحة. وكمان كان بيحشي أجسامهم بالقطن والقماش عشان يدّيهم حجم، وبيلبّسهم فساتين أطفال دانتيل وجزم وشرابات كان بيشتريها أو يسرقها من على قبورهم أساسًا. طبعًا أنت مُعتبر الأمر دلوقتي مُقزّز ومُقرف، ولكن المشكلة إحنا لسه ما وصلناش للأمر المُقزّز أكتر، بحيث إن المشكلة كانت في وشوش البنات، إن الوشوش دي كانت بتتحلل. فأناتولي كان بيعمل إيه؟ كان بيغطي وشوشهم بأقنعة من القماش، أو يلبّسهم وشوش عرايس بلاستيك ويرسم لهم makeup ويحط مكان عينيهم زراير أو عيون لعب. والأرعب من كل دوّة، كان بيجيب صناديق موسيقى اللي هي الmusic box اللي بتكون موجودة جوّه اللعب، وكان بيحطها جوّه صدورهم، بحيث إن هو مجرد ما يلمس صدر الطفلة تطلّع صوت وتغني. أنت متخيل كَم البشاعة والرعب؟ والفكرة إن أناتولي فضل على الحال ده سنين طويلة، من سنة 2000 لحد 2011. البوليس كان في حيرة كبيرة، أكتر من 150 قبر اتفتحوا واتخرّبوا، وما فيش خيط واحد يوصّل للفاعل، لحد ما في يوم البوليس كان بيحقق في سلسلة سرقات للمقابر، وقرروا إن هم يستجوبوا أناتولي بحكم إن هو خبير المقابر الأول في المدينة وممكن يفيدهم أو يكون عنده معلومات. وفعلا راحوا يخبطوا على باب شقته، والباب اتفتح. وهنا المحققين شموا ريحة غريبة جدا، ريحة مش عفن صريح، ولكن خليط مكتوم ومرعب ما بين المواد الكيميائية النفتالين وصودا الخبز وتراب قديم. ولما دخلوا الصالة لقوا نفسهم في المتاهة بتاعة العرايس اللي أنا حكيتها لك، 26 عروسة متوزعين في كل شبر، قاعدين على الكنب والممرات. والمحققين ما كانوش فاهمين إيه العرايس ديّة، كانوا فاكرينها نوع من أنواع الهوايات، لحد ما عسكري من اللي بيفتشوا خبط في عروسة بالغلط فوقعت على الأرض. ولما نزل يرفعها لاحظ إن القماش اللي بيغطي وشها اتحرك، فكان بيبص تحت القماش لقى ملامح بشرية حقيقية، ملامح طفلة جلدها ناشف ومتحنط وقرب إن هو يتحلل. والشرطة طبعا اتقلبت، الشقة اتحولت لمسرح جريمة في ثواني. بدأوا يفتشوا العرايس واحدة ورا واحدة، اكتشفوا الكارثة إن دول ما كانوش لعب، دول 26 جثة لبنات صغيرين. أناتولي كان حاشي صدورهم بصناديق موسيقى، وحبة منهم كان حاشيهم وحاطط جواهم المتعلقات اللي موجودة معاهم في القبر، زي ألعابهم أو رسايل أهلهم ليهم. أنت فاهم الأمر كان مرعب إزاي؟ بارة جماعية جوّه شقة. طبعًا البوليس على طول قبض على أناتولي، ولمّا قبضوا عليه وقعدوه في أوضة التحقيق، الدكاترة النفسيين والمحققين كانوا مرعوبين من فكرة إن هم هيقعدوا مع الوحش دوّة أو السفاح الدموي دوّة من وجهة نظرهم. ولكن اللي دخل عليهم كان راجل هادي جدًا، راجل مؤدب جدًا وبيتكلم بثقة، وأستاذ جامعة بيشرح نظرية علمية. ولمّا سألوه عن اللي عمله، بدأ يشرح لهم تفاصيل مرضه النفسي اللي الدكاترة شخّصوه بعدين بالفصام البارانويدي أو الشيزوفرينيا، الشيزوفرينيا المصحوبة بجنون العظمة. أناتولي ما كانش بيسرق الجثث بشكل عشوائي كمان، لأ، ده كان بينام فوق القبر بالليل ويقول إن هو بيسمع أصوات البنات دي بيتكلموا. كان بيسألهم: "تحبوا أطلّعكم من هنا يا بنات؟" ولو تخيّل إنهم قالوا لأ، كان بيمشي ويسيبهم، ولو تخيّل إن هم قالوا آه، كان بيحفر وياخدهم معاه البيت. أناتولي كان باني عالم موازي كامل جوّه شقته، كان بيعتبر نفسه أب للبنات دي كلّها، وكان بيعمل لهم حفلات شاي ويحتفل بأعياد ميلادهم ويشغّل لهم كرتون ويتفرّجوا عليه ويغني لهم قبل النوم. ولمّا المحقق زعّق فيه وقال له: "أنت إزاي تعمل كده في جثث أطفال؟ أنت مريض." أناتولي اتغيّرت نبرته لنبرة باردة ومخيفة. أناتولي بَص لهم بكل استنكار وقال لهم: "أنا ما كنتش بأذيهم، أنتم اللي مجرمين، أنتم اللي بتدفنوا بناتكم تحت الأرض في البرد والضلمة وتنسوهم. أنا جبتهم بيتي عشان أدفيهم وأحميهم، أنا كنت باحافظ على أجسامهم لحد ما العلم يتقدم ونخترع تقنية الاستنساخ، وساعتها كنت هارجعهم كلهم للحياة تاني." ومن هنا الأمر خلق حيرة وصدمة لكل الناس. الأخصائيين النفسيين شخصوا حالته والمحققين
والأمر اتساب في وجه المحكمة، بحيث إن المحكمة لما سمعت تفاصيل القضية أدركت إنها مش قدام مجرم عادي، لأ، ده عقل منفصل تماما عن الواقع، بني آدم غير مفهوم، واتحكم عليه بإنه غير لائق عقليا للمحاكمة أساسا، واتحجز في مصحة نفسية مشددة الحراسة. ولحد اللحظة اللي بتسمعني فيها ديت أناتولي لسه جوه المصحة ديت، وكل ما الدكاترة يقيموا حالته عشان يشوفوا ينفع يخرج ولا لأ بيلاقوه لسه مقتنع إن هو صح، ولسه مستني اليوم اللي هيخرج فيه عشان يكمل رسالته ويرجع بناته للحياة. ولكن الكابوس الحقيقي في القصة دي مش بس في دماغ أناتولي، الكابوس الحقيقي اللي كانوا عايشينه أهالي ال26 بنت. تخيل معايا أمهات وآباء فضلوا سنين بيزوروا قبور بناتهم في الأعياد، بيروحوا عشان يشوفوا قبورهم أو يصلوا لهم أو يحطوا ورد على التراب ويبكوا، وهما ما يعرفوش إن هما بيبكوا على قبر فاضي، وإن بناتهم كانوا متحنطين ومتزينين كأنهم عرايس لعب في صالة شقة راجل غريب على بعد كام شارع منهم. العبقرية والجنون بينهم شعرة، وناتالي ماسكفين قطع الشعرة دي وشنق بيها براءة 26 طفلة، وحفر اسمه في التاريخ كواحد من أكبر المرضى النفسيين في التاريخ، وتحول للمجرم اللي على الرغم إن هو ما قتلش حد ولكن فعله كان قادر إن هو يصنفه كواحد من أكبر الشياطين في الدنيا. ففي المرة الجاية اللي تقابل فيها جارك الهادي العبقري اللي في حاله ومش بيختلط بحد، قبل ما تبتسم له افتكر إن ورا كل باب مقفول في عالم إحنا ما نعرفش عنه حاجة، وممكن يكون الأرشيف الجاي متسجل باسمه. فلو الحلقة دي سابت جواك أثر وعيشتك الرعب النفسي ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان أرشيفنا لسه مليان قضايا، والأسوأ فيها لسه ما اتفتحتش. فاشوفكم في الحلقة الجاية، ودي كانت حلقة جديدة من الأرشيف. أنا أحمد الغنيمي، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم. مستني تعليقاتكم وترشيحاتكم للقصص الجاية، ولو حبيتوا تتواصلوا معايا هتلاقي كل منصات التواصل تحت في الديسكريبشن. واشوفكم في حلقة جديدة، وبتمنى لكم ان انتوا تخشوا الجنة، والسلام.